خش لي بالملايين، خش لي بالسرير دي عشان الملايين. الفيفا داخل للنادي الاهلي بلوكشة ملايين يا جدعان، ما شاء الله. سارينا يا جدعان عشان في عين البائس المحلي. البائس المحلي اللي كان بيقول ايه تصريح كده من يومين فكرني بيه، بائس محلي زملكاوي بيقول لك اصل الاهلي ما يقدرش على فلوس زيزو. والله ما فاكر مين اللي قال التصريح ده، ولكنه كان بائس محلي زملكاوي. فانا دلوقتي جاي وبقول له يا بائس يا محلي، بص بقى الاهلي وبص ملايين اللي بتيجي للنادي الاهلي. ده مش ملايين، ده مليار جنيه ينعشوا خزينة النادي الاهلي من الفيفا رسميا. الفيفا لما بتجيب سيرة الاهلي بتجيب سيرة الاهلي بالفلوس، ولما بتجيب سيرة الزمالك بتجيب سيرة الزمالك بالغرامات. ولايك وشير يا اخواتي يا اهلاويه للفيديو ده علشان اقول لك المليار جنيه هيخشوا خزينة النادي الاهلي امتى وليه وايه الاسباب. ومنشن لكل بائس محلي بقى، منشن لكل بائس محلي زملكاوي عشان يتحسر على نادي مديون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني دايما. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت دعما منكم لاخوكم راموس الاهلاوي. بص بقى الكلام، سبحان الله. يعني الفيفا اللي بيطلع يكذب كلام الزملكاويه، الفيفا بنفسه الاحداث كده بتيجي لوحدها من بدون رد مننا، بدون ما في اي واحد اهلاوي يرد. لسه يا دوب من 3 ايام تصريح للاعب زملكاوي بيقول لك الاهلي ما يقدرش على تمن زيزو. الاهلي ما يقدرش على تمن زيزو اللي هو ب100 مليون. ده احنا لو عايزين نجيبه ب150 هنجيبه يا بائس يا محلي، بس احنا ما بندفعش فلوس في الارض كده على لعيبه كسر اخرهم يجيبوا ضربات جزاء. بيطلع بقى الفيفا امبارح وبيصرح تصريح وبيان رسمي. ايه هو بقى؟ المليار جايه النادي الاهلي عاجل ورسميا. الفيفا يقرر دفع 18 مليون يورو أي ما يوازي 932 مليون جنيه مصري مكافأة لكل نادي مشارك في كأس العالم للأندية 2025. يبقى 932 مليون داخلين خزينة النادي الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2025. يعني كمان كام شهر. ده أنا لو عايز أجيب زيزو وأبو زيزو وابن زيزو بجماهير الزمالك هجيبهم بربع المبلغ ده. أنت بتقول إيه يا ابني؟ بتمن المبلغ كمان. مليار جنيه داخلين خزينة النادي الأهلي، 18 مليون دولار. يعني انتظر كده بالرمضان، انتظر بين رمضان علشان قرب قوي من اي وقت مضى. بين رمضان هيجي الاهلي واحنا لسه ورا الصفقة. خلي بالك ما تغفلش عشان تخفيلة الاهلي وحشة. مع وجود مضاعفات للرقم في حال نجاح النادي التأهل الى ادوار متقدمة، زيادة جديدة في المبلغ مع كل تأهل. يعني ان شاء الله في كأس العالم للأندية 900 مليون جنيه في خزينة النادي الأهلي بمجرد المشاركة. وكل ما يتأهل لدور أقرب كل ما يزيد المبلغ وتنتعش خزينة النادي الأهلي بإذن الله. ما تفتكروش، اوعى يا أهلاوي تفتكر إن الإدارة متخاذلة عن التعاقد في صفقات. الإدارة هتجهز صفقات لبطولة 2025 كأس العالم للأندية، لكن كله في المستخبي وكله قبل صوت السرينة. كل اخواتي الاهلاويه يعملوا لايك وشير كتير. سلام.